unboxing مشترياتي من ميم قبل الدوام. شريت أشياء وايد رخيصة وتينن. أول شي هالكوستر الأسود، والكوستر على شكل هلال، وهالكوسترز الأبيض. كوسترز وايد حلوين، يجي واحد كبير ومعاه 2 صغار، والحبة على 100. أنا خذيت الدائري الخط العربي، حسيته حلو، ينفع حق ضيافة شخصية أو حق الطاولة أو حق التصوير، ينفع حق وايد أشياء وعملي. وحبيت بعد الماربل الأسود، شكله وايد حلو. أما هالنجمة والهلال فبخش حق رمضان، لأن برمضان هالأشياء تخلص بسرعة، فهذيل أول 3. والأشكال الثانية كان هذا وايد حلو، ينفع بعد حق الضيافة، حق التمر، تسوون فيه تمرية صغيرة. وايد أفكار تقدرون تسوونها بهالكوسترز الصغيرة، وهم الحبة على 100. هذا بعد تقدرون تحطون فيه التمر بحشوات مختلفة أو المعمول، إذا بتقدمون حق كل شخص بروحه. وايد حلو ومفيد. هذه بعد حق الريوق، عشان أسوي فيها أفكار ريوق وايد حلوة، بما إنه رادين حق الدوام، مقسمة لبنة، زيتون، زعتر، وهني مثلا التوست أو المرتديلا أو الخضروات، خيار وخس وطماط وكذي. في وايد أفكار بعد نقدر نسويها بشي مثل هذه. أو هذه القلوب وايد حبيتها، بس ما أحس إني راح أحط فيها أكل، ممكن أحطها كذي ديكور بالمطبخ. بس الأشياء الوايد حلوة بعد الأشواك الخشبية، في 27 حبة على 100 فلس. هذه على السدو، وهذه أحرف عربية. الأشياء اللي تينن اللي خذيتها هذا وهذا. السعر صدمة بقول لكم بالآخر. أول شي هذا الغطا، وهذا الكوب حق أي شي حار. أمانة منو ما يحب هالأكواب اللي عليها شخصيات كرتونية أو عليها كذي؟ وايد حلو. معاه الغطا، ومعاه بعد القفشة تيجي كذي تشيسها، والكوب كبير، يعني الكمية اللي فيه راح تكون راهية. فهذا خذيته وبخش حق الشتا، خلاص ما بقى شي على الشتا، يعني كلها شهرين أشرب فيه هوت شوكليت، كابتشينو، أشياء حارة. طبعا أنا أشرب هوت شوكليت وكابتشينو بالصيف، بس هذا يصير شي فايبس الشتا، مطر وبرق ورعد. أخيرا وليس آخرا المطارات هم وايد سعرهم حلو، كانوا على ربع. مطارات اللي حلو فيهم انهم من برا بلاستيك، واشكالهم تنفع حق اليهال او حق الكبار، لاني خذيت واحدة منهم. من داخل زجاج، يعني مهما كان البلاستيك جودته زينة او يتحمل حرارة او ينغسل بغسالة الاطباق، بس هم فترة معينة خلاص راح تقطونه، لان ريحته تتغير، لونه يتغير. اما الزجاج فهو امن وما في خوف منه، فحلوين. اذا مريتوا ميم وحصلتوهم خذوهم. وهالكوب كان وايد حلو، الحبة على ربع. خذيت هذه حق المشروبات الباردة، شكلها وايد حلو، بس وايد كبيرة، وايد كبيرة. وآخر شي هالطقم فيه 4 مجات على دينار. حبيته، أشكالهم هم نفس الشكل، في كذي نكشته، وفي نكشة مخططة أو مربعة ما أدري، بس أنا خذيت هالشكل. وهالآلة تسوي النقانق أو الكفتة، يعني تحطون فيها اللحم المفروم ويطلع نفس الشكل والحجم، فهي تسوي أكثر من حبة بنفس الوقت، أحسن ما تقعدين تسوينهم حبة حبة على إيدك، وواحدة تطلع صغيرة واحدة تطلع كبيرة. هذا راح تختصر الوقت وتختصر الحجم. وهذه كانت مشترياتي السريعة الخفيفة من ميم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا مريتوا ميم روحوا خذوا منهم وبس.